طول عمرك بتشوف المركب وهي من بره، عمرك قدرت تسأل نفسك ازاي هي بتتصنع وايه يا ترى بتتصنع من ايه، ويا ترى الشكل والتفاصيل الكتيرة اللي موجودة فيها دي بتتعمل ازاي؟ النهارده في الفيديو ده وفي الحلقة دي هقول لك كل التفاصيل. يلا بينا نشوف الفيديو مع عم محمد دياب الشهير محمد فانتاستيك اللي بيصنع المراكب الديكورية. اللي قدامكم ده عم محمد دياب. عم محمد دياب رئيس مركب 40 سنة في البحر، وزي ما انتوا شايفين كده احنا النهاردة موجودين معاه من المكان الجميل اللي هو دايما بيقعد فيه لوحده علشان يصنع المراكب. ودلوقتي عم محمد هيقول لنا على الحاجات اللي هو بيجيبها والأدوات والعدد والكلام ده كله اللي هو بيبتدي يجمعها ويحطها قدامه ويقعد علشان يعني يبدع ويطلع لنا مركب جميلة زي اللي قدام حضراتكم دي. يلا نشوف الفيديو. عشان اجيب لازم انزله مصر. ده بتشتريه على انه ايه ومنين بقى؟ ده من في مستلزمات كافيهات. مستلزمات؟ كافيهات ده معالي اللي بيتقلب بيها بالظبط كده. بلغي باسم منها بتنفعني في حاجات بتسهل عليها كتير مش شكلها يعني دوران زي دوت ممكن بس مش الشرع ده ممكن شرعها برضه لو خفيف عند خشب تقيل. بص انا بعمل منها ايه؟ بعمل منها دي اللي هو ده بس هو بتعمل منها السلم ده لا سلم لا سلم خشب ضعيف دي حلوه عشان تسيبها في معايا. لو انت وصلت لحد هنا ولسه مكمل الفيديو ما تنساش تعمل قلب وتعمل شير وتدعمني في الفيديو، ان انا هنا ما بعملش اي حاجة، انا واقف بصور نفسي في المراية. وبعد ما بخلص القدام يبقى عامل زي القفص الصغير بتاع اللانش مثلا يعني ببتدي اكسيه بخشب القشره اللي هي قشره الموجه او اي قشره يعني عامه اللي هي ديت بقدر اشكل الموضوع. بعد كده بقدر اغليها تغليه الشفاف او الشيك عاملها ازاز بس هي من جواها خشب اللي هو دوت او دوت ده خشب محمل ده قلب المركب اللي جوه بتاعي. وبعد كده ببتدي ابني كده من فوق بخشب برضه من نفس نوع الخشب. وبعد كده ببتدي ادي اكسسوارات هي هوايتي حاجه انا فاهم فيها، لكن انا فقط لما اصنع حاجه اصنع بس لقيت ان الهوايه بتاعت المراكب تبقى يعني حلوه شويه، خصوصا ان الشغل الهاند ميد مختفي اليومين دول من السوق. يعني كل اللي موجود عباره عن حاجات بسيطه زي كده، لكن المجدات المجسمات دي مش موجوده حاليا الا قليل يعني. هي الصغيره بتبقى معقده شويه اللي زي كده، لكن الكبيره تبقى سهله. وبعدين انا طالما حبيت المركب ديت ولقيت انها بتطلع معايا حلوه ببطل ان انا اطول فيها، لان كل يوم بضيف حاجه. يعني ممكن اوصل لغايه اللادار واعمله، حتى الانتله بتاعت اللاسلكي ممكن اعملها برضه. ففي تفاصيل صغيره بعملها لما المركب بتطول معايا وحسب صاحبها حسب فهمه. صاحبها اللي هو مين؟ انت في الاخر بتعمل معرض مثلا ليهم او حاجه؟ لا ما بعملش معرض. لو واحد صاحبي في مهنه البحر فهو فاهم انا بعمل ايه، فبديله كل حاجه عشان ما يقوليش ناقص حاجه يضحك عليا، فبديله كل حاجه هو عايزها. غير لما يكون واحد يعني ايه عايز مركب يحطها زينه بيته، فبديله مركب يحطها زينه بيته خلاص مجرد مركب. وهنا عم محمد كان بيقطع حتة خشب، وبكده تنتهي حلقتنا النهاردة مع عم محمد دياب صانع المراكب الديكورية. مستني دعمكم على الفيديو اللي انا عملته، يا رب يعجبكم وما تنساش تدعمني. انا محمد محسن، استنوني في فيديو جديد.